الزبيدة اليوم أعزائي المستمعين، بحال اللي بغيتي تقول كنتي ناعس وكتحلم براسك في واحد الجنان كله ورود حمراء والدنيا كاملة غوز والديسير، هالبعويد، هالعنب، هالمشماش، كلشي كاين إلا البنان، وانت فرحان وغادي في هداك الحلم ديالك. شوية تا كيخرجوا لك الكلاب، هذوك الكلاب تبعينك وكينبحوا، وداك النبيح عندهم في شكال باكين. النبيح عندهم كيديروا ليه هاو 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 القجع، هاو 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 الكولاسة، هاو 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 المغرب، هاو هاو هاو. وهادوك الكلاب باينه فيهم جحيم، ما عندش امهم لا راس. كون اكيد من هاد الحلم اللي حلمتيوك غتصبح بيل. الزبله الاولى اعزائي المستمعين هي اللي دار السي اشرف حكيمي. سال الماتش وبدا يبكي وقال لهم اعتذر من الجمهور المغربي، سمحوا لي. ليش كتعتذر؟ ليش كتبكي؟ ماشي انت اول لاعب ولا اخر لاعب يزقل بيلانتي، لاعب عالميين زقلوا بيلانتي، ميسي، كريستيانو، رونالدينيو يزقل بيلانتي، وناس في الفينال ديال كاس العالم وزاقله بيلانتي عادي جدا. وحنا عمرنا غنساوها النقايله اللي درتي في كاس العالم ضد اسبانيول، الله ينعل واللي باغي يماركي شي بيلانتي اخر موراه. راك سبع ولدنا وفرحانين بيكم اسيدي، وماشي حنا اول منتخب غنتقساو، راه منتخب عالمي وتقسى في مراتب اوليه وعادي جدا. فرحوا بريوسكم وصاحبي، الرياضيه دي مره عليك مره معك، عادي جدا. وهذه من جهه اخرى هو التاسع اشرف كنتي ناوي باغي تفرحنا حنا، واني مني زقلتيها فرحتي الجزائر. هاكاك بغاو ما فرحوش كيما كيفرحوا البشريه، فرحوا فرحه ديال الكلاب الضاله، فرحوا اكثر ما فرحوا فاش داو كاس افريقيا براسو. هاكاك خارجين كيعبروا على الحقد اللي فيهم والغل المساكن كيخرج منهم داكشي بلا هواهم. الجزائر كيبالك هزتوني المغربي باغي يحرقوا، كيقول لهم شوفوني انا حيوان حقود انا غنحرق. شوف سبحان الله العظيم، انت هذيك الحقود، انت مني عندك فلوس باش تشري توني سير وفرهم، سير شد بيهم الصف باش تشري شكاره حليب، سير شد بيهم الصف باش تشري الدقيق والزيت، سير دير شي حاجه في راسك. فرحان المغرب تقسات هادي اش خاصك العريان سترينغا مولاي. الزبله الثانيه اعزائي المستمعين هي اللي دار خالتي الجزائر. قالك اسيدي هاد اليامات ولات بغات دير فيها هي نسيمه الحر، بغات تصالح عباد الله. مشات سيدي الحرب الاهليه اللي كاينه في مالي بغات تصالحهم زعما. فعلا جمعات هذوك القاده ديال العسكر وهي تقول لهم اجي نصالحكم. تصالحوا هو يبدا يبان هذاك الخبث اللي فيها، داك الغدر اللي ناويه، ولا حقا تتحكم فيهم، تقول لهم لا ديروا هادي ما ديروش هادي، حق ندخل معاكم في هادي، اعطوني القرعه انا الاولى، سبقوني في هادي. عاقوا بها العفاريت ناويه ليهم على الغدر، وما يقول الحاجه صالحتينا يلا جمعي حوايجك ما تباتيش هنا امي دادا. يلا ناض لها واحد من دوك القاده قال لها صالحتينا الله يجازيك بخير، ولكن باش بدا دير عندنا ديك البساله ديالك الله يرضي عليك ما كاينلاش، غتمشي في حالك ولا غنمشيو حتى حنا نعترفوا لك بجمهوريه القبائل. هي تدخل سوق راسها مشات تكمدت. جاتني الجزائر دارت بحال ديك اللي كتجي عندها صاحبتها كتقول لها راني تضاربت مع راجلي سفيان واخا نبات عندك اليوم، كتقول لها مرحبا دخلي باتي، وكتمشي هي تبات مع سفيان. هو سفيان طلع من داك الشي رفيع، اضرب عصفورين بحجر واحد، الرجال علاش قادين. الزبله الثالثه اعزائي المستمعين هي اللي داروا عندنا هنا في المغرب. مدينة تازة سيدي ناضوا داروا لي محطة طرقية، واخيرا ولات في تازة محطة طرقية. واش باغيين؟ هرمنا من اجل هذه اللحظة باش تولي عندنا محطة طرقية في مدينة تازة. غاوز بلاوها ناضوا سيدي في اللافتة كاتبين محطة طرقية، وتحت منها بغاو يكتبوا شي حاجة بالحروف امازيغية، المعنى ديالها الترجمة الى الامازيغية. ما فهمتش زعما واش
زعما ها هي محطة طرقية بالعربية، ولتحت زعما حنا نمشيو نقلبوا عليها بالامازيغية عاد نفهموها، ولا جوجل تراديكسيون زعما راه جاية تراديكسيون بالامازيغية في الطريق لودينغ، ولا كيفاش زعما واش يعني شنو غنفهمو؟ كاين اللي شافها قالك شنو هادشي، انا ريك مالا طالاسيم هادو ديال سجين، شنو واقع العفريت؟ باين هذاك الكاسول اللي عطاوه يترجم هذيك محطة طرقية، مشى سيدي لجوجل تراديكسيون ويكتب لهم محطة طرقية الترجمة بالأمازيغية، جاتو الجملة طويلة، هز هذاك الاخر جا لصقوا لينا تما كاين واشو العفريت. جاني دار بحال دوك التلاميذ اللي كيقول لهم الاستاذ جيبوا لي شي بحث، وكيجيبوا لي بحث في الوراق مكتوب هكا، استاذ كيبدا يقرا حتى كيلقى في الاخر للمزيد من المعلومات اضغط هنا او اشترك في المنتدى لتعم الفائده. يا الكاسول الاخر وقرا وناري.